أهلا بيكم في قناة أكلة ترندي. النهاردة هنعمل لكم كريب بحشوات حلوة قوي بطريقة مختلفة زي ما حضراتكم شايفين. هنعمله بمنتهى السهولة بدون أي أدوات صعبة، أي حد يقدر يعمله في البيت. نصحى كده من الصبح كده ناويين نعمل كريب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أول حاجة هنحتاج 4 بيضات. البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني نطلعه برا التلاجة كده قبلها بساعة، وهنحط عليه معلقة من الفانيليا ونقلب كده بالمضرب، بالإيد عادي، مضرب يدوي. بعدين هنضيف كوبايتين لبن اللي هو حليب. دلوقتي بقى هننزل عليهم بمعلقتين ونص من السكر، ملح. هننزل بقى بالدقيق، كوبايتين دقيق نحطهم كده في المصفى. الحركة دي بتخلي الكريب بتاعنا يبقى خفيف جدا، او لو عندنا المنخل دوت ممكن ننخله بيه. الحشوات بتاعة الكريب اللي هنعملها مختلفة، هتعجبكم قوي، هتحبوه جدا جدا جدا. دلوقتي هنضيف نص كوباية من الزبدة، بتكون طرية طبعا، ونقلب كده بالمضرب اليدوي لحد ما المكونات كلها تختلط مع بعض. دلوقتي بقى هنستخدم المضرب الكهرباء، نضربه كده لمدة 5 دقايق لحد ما كل المكونات تختلط كويس جدا، ونبقى شايفين ان الخليط كده ناعم معانا زي ما احنا شايفين كده. لو لقينا فيه اي تكتلات ممكن نصفيه، مفيش مشكلة. دلوقتي انا مش هستخدم اي ادوات صعبة. دلوقتي على الجريل على النار كده نحط شوية بالكبشة بتاعتنا، نفردها كده بطريقة سهلة جدا. انا استخدمت كده الطريقة دي عشان اي حد يقدر يعملها. هنقلبه، ما بياخدش ثواني على النار زي ما حضراتكم شايفين شكله. ممكن نستخدم الطاسة بتاعته، اللي ما عندوش يستخدم الجريل اللي عندنا في البيت. نعمله كده بمنتهى السهولة. هنزل بالكبشة كده، وبعدين نفرده بظهر الكبشة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عاملاه مخصوص عشان اي حد يقدر يعمله، ما بياخدش وقت خالص. شايفين؟ نقلب دلوقتي في الوقت ده بالراحة، حتى لو اتقطع مننا سنة كده مفيش اي مشكلة، بنقلبه ما بيأثرش عليه خالص. انا سبتها مخصوص عشان تشوفوها. ده طعمه تحفة تحفة تحفة. دلوقتي بقى هنجيب النوتيلا وندهن كده دهنة. يا سلام، نعمل حشوات لذيذة جدا هتعجبكم. بعد ما نغطيه كله بالنوتيلا كده، او اي شوكولاتة بنحبها عندنا مفيش مشكلة. هنحضر عندنا بقى ايه، موز شرايح او اي فاكهة احنا بنحبها. عندنا موز، فراولة، توت، اي فاكهة طبعا متوفرة عندنا عشان هتفتح نفسنا، هتخلي طعمه لذيذ جدا. الموز بيليق قوي مع الكريب. انا حاطة هنا قطع من الفراولة، وهبدأ الفه كده على شكل ايه، البوريتو، ساندوتش البوريتو كده. لفه لفة حلوة كده، ده شكله. وبعدين التاني هنعمله ازاي؟ هندهن مربى توت. انا استخدمت مربى فواكه اللي هي توت البري مع كرز، وحطيت معاهم فراولة. استنوا معانا للاخر، ده ما خلاص. شايفين الشكل؟ بنقلب كده شكله مثلث كده. دلوقتي هنسيح الشوكولاتة وننزل بقى، بتخلي الطعم حكاية. شايفين شكله حلو ازاي؟ نستخدم شوكولاتة بقى، اي نوع شوكولاتة احنا بنحبها. ننزل بالشوكولاتة البيضة كمان، شكله تحفة وطعمه احلى. وزينته كده بحتة فراولة اي فاكهة عندنا. والتاني هرش عليه سكر بودرة، برضو هحط عليه فراولة كده، ورشيت عليه شوية كاكاو.
وشوكليت شيبس كده. ونعمل واحد كمان نوتيلا وفستق، رشة فستق كده، ونقفل تاني. احنا بقى بنبدع حسب رغبتنا، نحط الفراولة وننزل بقى صوص الشوكولاتة ورشة سكر بودرة. شايفين شكله تحفة ما شاء الله. انتوا بقى بدعوا كل واحد حسب الحاجة اللي بيحبها. شايفين ما شاء الله، مكونات بسيطة جدا قدرنا نعمل حاجة حلوة ناكلها وننبسط بيها. مش لازم نخرج برا ونصرف مصاريف كتير، ممكن نقدر نعملها في البيت وناكلها ونتبسط، ونحط المكونات اللي احنا بنحبها كمان بطريقة سهلة، مش محتاجين اي ادوات. انا اتعمدت اعمله على الجريل بدون اي ادوات صعبة عشان اي حد يقدر يعمله. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. وجربوه وقولوا لي رأيكم ايه، واكتبوا لي في التعليقات طلع معاكم ازاي. ان شاء الله انا متأكدة اللي هيطلع معاكم احسن ما طلع معايا، وهتتبسطوا بيه جدا. وبالهنا والشفا، اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.